السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بمطبخ جودة تيوب. ولأني اجتني كتير من الطلبات مشان أعمل المقلوبة السورية، قررت إني ساويها. وشوفوا لي هالمنظر الرائع، أما الطعمة والله يعني شيء فوق الروعة. وهلأ خلونا نبدأ. منجيب 3 حبات باذنجان يكونوا كبار نفس الطول ونفس السمك. منشيل القمع ومنصير بنقشرهم بهاي الطريقة، وبقطعهم بالطول بهذا الشكل. وأهم شي إني ما يكونوا سمك. وبعد ما خلص تقطيع بحط لهم ملح معلقة منيحة وبحركهم بهالشكل، وبحط تحت منهم صينية مشان تنزل كل الميات منهم. وبعد ما تركتهم تقريبا 2 أو 3 ساعات، شوفوا كيف دبلوا وشوفوا المي كيف طلعت منهم. هلأ بنشفهم، بجيب بشكير يكون نظيف خاص بالمطبخ وبنشفهم بهالشكل، وبحطه بقليهم وبشيلهم على طرف. وهيك بيكون صار الباذنجان. وهلأ صار دور الفروج. منجيب فروجة ومنقطعها ومنحط على كل قطعة شوية ملح وشوية بهار. وبعد ما خلص تبهير الفروج بحطهم بطنجرة وبحط عليهم 4 ورقات غار وبصلة. وبدي أخبركن إذا بدنا نعمل المقلوبة بالفروج فمثل ما عملنا الطريقة، نحط الفروج والبصل وورق الغار والبهار والملح ونحط مي منيح، لأني نحن بدنا نطبخ الرز بمية الفروج، بس أنا بحب أطبخها بمية اللحم. أما بطريقتي هي بغطيهم وكل شوي بقلبهم، تقريبا ساعة بيكونوا استووا. وعيرت بشكل تقريبي لكمية الباذنجان 2.5 كاس رز، وبنقعهم بمي ساخنة. طالعت وجبة لحمة حطيتها على النار لحد ما غليت، قشيت من الزفرة وبعدين بحط لها بصلة وبهار وملح وورق غار. بغطيهم وبتركهم بعد الغليان لمدة ساعة بطنجرة الضغط. والمي اللي رح تطلع من الفروج رح ضيفها فوق مية اللحمة، وذوقوا على هالطعم الرائع ولا أطيب. والفروج كل شوي بقلبهم، تقريبا ما أخدوا معي ساعة. وبعد ما نقعت الرز وغسلته منيح حطيت له معلقة ملح ومعلقتين بهار فلفل، وبالمغربي بزار بيقولوله. وبعد ما حطيت البهار والملح بحركهم، وأنا وعم حركهم حسيت إني بده قصة شوية بهار، حطيت لهم معلقة صغيرة وحركتهم، وهيك بيكون عنا الرز جاهز. والباذنجان جاهز واللحمة استوت ومرقتها جاهزة. وهلأ منجيب الطنجرة اللي بدنا نطبخ فيها المقلوبة، وبحط بأرض الطنجرة ورق زبدة، وببلش أحط الباذنجانات بهالشكل. أول شي بصف بالنص، بعبيه بالنص وبعدين بالأطراف، وحدة بتلحق التانية. ومثل ما شايفين كيف عم رص الباذنجان لسبب واحد، إني ما يطلع الرز لبرا.
وبعد ما خلصت صف لقيت في فراغات فحبيت أعبيهم بهالشكل. وهلأ بنزل الرز. عيار الرز كل كاسة رز منقوعة بحطلها كاسة ونص مرقة لحمة. كل كاسة رز منقوعة بحطلها كاسة ونص مرقة لحمة، وما بحطها كت، يعني ما بكب مية اللحمة على الرز كب، بالمعلقة بسقية تسقاية. العيار اللي أنا معيرته بسقيها بالكفكير، وبسكر الباذنجانات بهالشكل، والمي اللي ضلت بكبها فوق منه. وبروح بحطها على النار، بس غليت بضاعف تحت منها وبتركها. طبعا ما ننسى اني نغطي الطنجرة. وهون جبت اللوز، حطيت له شوية مي، وبس غليت قشرتهم بهالشكل، لاني بنقليهم نحنا باللوز، بنقلي المقلوبة باللوز. هيك بعد ما استوت جبت الفروج، حطيت لهم شوية زبدة وحطيتهم بالفرن شغلة نص ساعة مشان يعطي وش أحمر. وهلأ طبيت الطنجرة وبتركها تقريبا ربع ساعة. هون عم شوفها إذا عالقة ولا لا. ما أنا عالقة الحمد لله، بس أهم شي إني أتركها تقريبا 10 دقايق أو ربع ساعة. وبحط بالتقلاية معلقة سمنة، ومو كتير يعني شوي، شي إني قلي اللوزات، وبتضل إيدي فيهم عم تحركهم لحتى ياخدوا اللون الذهبي. وبس أخدوا اللون الذهبي بصفيهم من الزيت. وهلأ بنروح على الطنجرة اللي قلبتها من ربع ساعة. بتكون أخدت شكل القالب بسبب تركي لها هذا الوقت. ويا عيني يا عيني، شوفوا لي ما شاء الله كيف نزل مثل قالب الكيك، عن جد ما شاء الله تبارك الله. كمان ورقة الزبدة عملت شغل معانا، ما بتخليه يعلق بأرض الطنجرة، يعني ما بتخلي المقلوبة تعلق بأرض الطنجرة. فينكم تستعيدوا عن ورق الزبدة ورق عادي، وتحطوا له شوية زيت مازولا وتتركوه على طرف لتنشف خالص. بتكون بتشتغل شغل الورق الزبدة. ووصلنا هلأ للمرحلة الأخيرة، إن نصف الفروج واللحمة اللي قليناهم بالفرن، وبعدين بنحط فوق منهم اللوزات، وهيك بنكون خلصنا، وإن شاء الله مليون صحة وهنا. بس نسيت لكم شغلة، إن إحنا أحيانا بنقليها بالسمنة اللي قلينا فيها اللوز، ولكن أنا شعرت إني ما بتحتاج، لأني كانت اللحمة دسمة والفروج دسم، فما شاء الله ما احتجت يعني. وإن شاء الله صحة وهنا.